تفتكر ايه المختلف في تأهل مصر المرة دي لكأس العالم عن المرات اللي قبل كده؟ ان كنت لا تعلم فدي رابع مرة نتأهل فيها لكأس العالم في تاريخنا كله، لكن المرة دي اللي فاتت كوم والمرة دي كوم تاني، وهقول لك ليه. اول مرة سنة 34 كنا اول منتخب عربي وافريقي يروح كأس العالم، كسبنا فلسطين 11-2 وكنا المفروض هنلاعب تركيا لكنها قالت انا مش لاعبة، فدخلنا المونديال كده 1 2. والمرة التانية سنة 90 كانت مليانة أكشن، إزازة اتحدفت علينا في ماتش زيمبابوي والفيفا قال لك نعيد الماتش في فرنسا عشان حسام حسن يحط جون تاريخي ومن غيره ما كناش هنروح المونديال. أما ماتش الجزائر الصعب فده انتهى بالتعادل عشان نصعد رسميا بعد معاناة. نيجي بقى ل 2018 والمنافسة مع غانا والكونغو، صلاح بيسجل ضربة جزاء الشعب كله كان بيدعي عشان تدخل، ولما اتسجلت نص الشعب عيط من الفرحة والنص التاني نزل الشارع. أما المرة دي بقى 2026 فزنا في ماتش الحسم على جيبوتي 3-0 والناس كانت عارفه قبل الماتش اننا صاعدين، يعني مفيش دراما مفيش اكشن، وعشان كده ما تلاقيناش فرحانين قوي زي كل مره.